سؤال واحد. ما هي القوة المؤثرة على سيارة تتحرك في شارع؟ سيارة ماشية في الشارع من بأي سرعة؟ ماشية في الشارع، سرعة منتظمة أو سرعة متغيرة، من هنا نستشعر شو القوة المؤثرة عليها شو؟ هذه السيارة في الشارع ده في قوة بتأثر عليها. القوة اللي بتأثر عليها واحد هي قوة المحرك. المحرك بيدفع العربية السيارة شنو؟ للأمام عكسه قوة الاحتكاك بتاع الشارع والمقاومة بتاعت الهواء يدفعهم في العكس. انت ماشي السيارة ماشية قدام والحركة لقدام والمقاومة بتاعت الهواء والاحتكاك خلف. القوة الثالثة اللي هي وزن السيارة ذاتها. وزن السيارة ده الوزن طبعا لأسفل. في وزن وجذب الأرض الأشياء والجذب الأسفل يبقى الوزن لأسفل هو ثلاثة. هذا الوزن هو معكسية ويسمى قوة رد الفعل. رد الأرض دي شنو؟ الوزن ده. طيب يبقى القوة هي قوة المحرك. قوة المحرك. عكسها قوة المقاومة، والمقاومة تشمل الاحتكاك والهواء. طيب القوة الثالثة وزن السيارة لأسفل. القوة الرابعة رد الفعل لأعلى اللي هو 4. طيب عندنا المثال ده احسبي حصلت القوة في الحالات التالية. ده الصندوق ده مثل عليه قوة 10 نيوتن هنا، بالتالي برضه 8 شنو؟ الاثنين في اتجاه شنو؟ واحد. يبقى نحن لما نجي بالحل في واحد ده القوة هتكون القوة الأولى زائد القوة الثانية. نقول القانون F يساوي F1 بلس F2. هو واحد هو 2 هو 10 زائد كم؟ 8 بيجينا الناتج 18 نيوتن. دي نمرة واحد. شو من الاثنين؟ من الاثنين ده ليه قوتين لكن واحدة في اتجاه والثاني في اتجاه المعاكس. أنا المحصلة بيساوي فرحة الاثنين 10 أو كم؟ 8. من واحد 2 اف يساوي 10 ناقص شنو؟ اللي بيساوي 2 نيوتن. نمرة 3 عندنا 7 نيوتن لأسفل و7 نيوتن ثاني لأسفل. معناها اف بيساوي القوتين لأنه 2 لأسفل مجموع 7 زائد 7. 7 زائد 7 اللي بيساوي 14 شنو؟ نيوتن. 14 نيوتن. طيب شوف الأربعة دي عندنا هو 7 لأسفل و7 الثاني بتدفع لشنو؟ لأعلى. والله معناه إذا اف يساوي 7 ناقص 7 يساوي 0. ليش كده؟ طيب بقول لك كلام مرة ثانية. أحسن حصلت القوة في الحالة التالية. الحالة الأولى دي 10 نيوتن تدفع لأعلى، التولد برضه تدفع للأمام و 10 للأمام. الاثنين في اتجاه شنو؟ واحد. زي مثلا اثنين بيدفعوا بسيارة في اتجاه واحد. الحصلة هتكون 10 زائد 8 هي F1 زائد F2. 10 زائد 8 18 نيوتن. الحالة الثانية عندي قوة 10 في اتجاه ده وهو 8 في اتجاه المعاكس له. على المحصلة تكون 10 ناقص 8 2 نيوتن. الحالة الثالثة نمرة 3 7 نيوتن لأسفل و7 نيوتن برضه شنو؟ لأسفل. كلهم ماشيين وين؟ أسفل لأسفل، بالتالي هتكون محصلة 7 زائد 7 يساوي 14 نيوتن. الحالة الثالثة في 7 نيوتن لأسفل و7 نيوتن لأعلى. هذه كان شنو؟ الصندوق ده إذا بدفع لأسفل وإذا بدفع لأعلى حصل ثابت. يبقى المحصلة تكون 0 و7 ناقص 7 6. طيب إذا كان واحدة من الاثنين دي بقت أكثر من الثاني طوالي بيتحرك في اتجاه الصندوق. السلام عليكم.